بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. يلا بقى نعمل اكلنا النهارده وفطرنا مع بعض. النهارده هنبتدي بالخشاف زي ما احنا متعودين، وانا عندي العصير والحلويات، فهنعمل الخشاف كده ايه على الماشي. انتوا عارفين طبعا ان انا عندي البلح بتاعي متكسر، قطعت عليه المشمش والتين، وحطيت عليه المية على حسب اعداد الاسرة، والتحلية طبعا على ايه، على حسب الرغبة. هنعمل ايه النهاردة بقى؟ هنعمل ممبار وفتة كوارع من الاخر، حصري. فتة الكوارع النهاردة عندي حصري. انا لما بجيب الممبار من السوق بجيبوش متنضف، ليه؟ بحس ان هو قليل البركة كده وبيسلخوه اصلا، مبقاش فيه، بيبقى خفيف خالص كده. بس انا بجيبه علشان حتة الدهنة اللي فيه دي بتودي الممبار في حتة تانية وتالتة ورابعة زي ما تقولي. الملولو ده بقى مش ما عنديش مشكلة عنده، حاشيه قصقص بس الحبة الحتة الدهنة الزايدة كده، وبعدين ايه اغسله زي ما هتشوفوا معايا كده. شايفين حتة الدهنة الزايدة دي كده؟ هي اللي السبب لولوة الممبار. فانا بقصقص منها حاجات بسيطة كده وافرد الممبارية معايا، بتتفرد معايا بكل سهولة. ده انا لسه من بره بس. بعد كده هعمل ايه؟ حطيته بقى في الحوض زي ما انتم شايفين معايا كده. بعد ما فردته كله، ما خليتش فيه حاجه ملولوه خالص. هعمل له الخلطه السحريه بتاعتي: دقيق على ملح. حاطه شويه دقيق وشويه ملح كده في البرطمان على بعض، وبغسل بيهم الحاجات دي كلها. شايفين بدعكه من بره كويس جدا جدا، وجبت كمان ليمونتين وهعصرهم عليه، ودعكته كويس جدا جدا لسه من بره بس. اغسله من بره كويس جدا عشان لما اقلبه ما يبقاش فيه ريحة زفارة ولا فيه حاجة. شايفين؟ انا بوريكم بس ان انا فردت المنبار كله كده تحت الحنفية بقى، وهات غسيل غسيل كده زي ما انتم شايفين معايا، وانضفه واصفيه من الدقيق كويس جدا، وبعدين هحطه في الحوض جنبي. انا معايا ده كيلو منبار، على حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها اعملي. غسلته كويس جدا كده من بره، وما خلتش فيه اي اثر للدقيق خالص. وبعد كده نبدأ نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنبتدي بقى. جبت المقور بتاعي الجميل ده بقى، واقلب بيه الممبار بتاعي. طبعا الممبار بتاعي نضيف جدا من بره. هقلبه بقى عشان ايه؟ انضفه ما اقلبوش تاني بقى. المقور بيسهل عليه القلب كويس جدا جدا. انا بقلبش بصراحة الا بيه، بعديه من الناحية التانية كده بسرعة بسرعة، وبيخلص معايا زي ما انتم شايفين معايا كده. انا قلبته بقى طويل زي ما انتم شايفين معايا كده، عشان لو حابه تربطيه تربطيه، ولو عايزه تقطعيه زي ما هقطعه كده في اخر الفيديو ان شاء الله، وهتشوفوا معايا الجمال كله. هتقطعيه معايا ايه؟ هنزل بس الحاجات دي كده الاول، هغسله كويس جدا كده بالميه الاول، وبعد كده حطيته على الرخامه. يستحب طبعا انك تحطيه جنب الحوض على طول عشان تاخدي اللي ينزل منه وتحطيه في الحوض على طول. بيتنضف معايا بكل سهوله. نضفت بس مكان ما همسك بايدي كده الاول، وبعد كده كحته بالسكينه بكل سهوله كده زي ما انت شايفه معايا. لو معاكي 10 كيلو مش هياخدوا منك بأمر الله ربع ساعة، بثواني في ثواني كده بينضف معايا وبيبقى زي الفل. وانا بحب انضف حته طويله بطويله كده عشان اخلص بسرعه، يعني ما اقعدش اعمل حته بحته كده. شايفين ميزه ان الحوض يبقى جنبك بقى؟ بتحاول بتنزلي الحاجه بالسكينه بمنتهى السهوله كده بتنزل معايا. هقلبه بقى على الناحيه التانية. انا طبعا نضفت جنب واحد بس، اشوف الجنب انه اللي ما تنضفش بقى وايه، وارجع واقلبه وانضف واحك الناحيه التانية، انضف الناحيه التانية. زي ما انت شايفه معايا كده نضف بمنتهى السهوله، ولا خد معايا اي وقت خالص، ولا خد معايا ايه مجهود. هغسل الحوض مكاني كده واكمل بقية كمية الممبار بتاعتي. غسلت الممبار بتاعي كله بالشكل ده كده، ابيض وجميل، ما فيهوش بقى حاجه خالص، نضيف. لسه بقى ايه؟ هنشوف هنعمل ايه. هنغسله. حطيت الخلطه الجميله بتاعتي دي برضو، وعصرت عليه ليمونتين، وهغسله بقى وايه، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. غسلته كويس جدا وحطيته في المصفى كده، الصفى كويس جدا جدا من اي ميه فيه، ما فيهوش ريحه الزفاره ولا ريحه النعوميه ولا ريحه اي حاجه خالص. معايا الكوارع بتاعتي الجميله ديت. برضه هعمل نفس الموضوع. معايا ليمونتين، معايا الخلطه بتاعتي، وهحطها عليها وادعكها حته حته، قطعه قطعه كده، ولو فيها اي حاجه سودة، حاجه مش عجباني، بشيلها وانا بايه، وانا بدعكها تحت الحنفية سريع سريع كده. بعد ما دعكتها كلها فتحت الحنفية وبشطفها معاكم كده، واحطها في طبق جنب بقى، ونشوف هنعمل ايه مع بعض.
اهم حاجة في الحاجات دي يا بنات النظافة، النظافة عشان ما تبقاش ريحتها زفرة خالص. وهتشوفوا الشوربة بتاعتها معايا صفرة ذهبي كده تحفة من النظافة. كده غسلتها هشطفها كمان مرة عشان اتاكد ان ما فيهاش بقايا دقيق ولا بقايا ليمون ولا اي حاجه خالص. كده الميه بتاعتها شايفين بيضه معايا زي الفل ازاي. كده خلاص انا اطمنت ان ان الحاجه بتاعتي نضيفه زي الفل. هركنها على جنب واجهز خلطه الممبار. انا بتعامل مع الممبار كانه محشي عادي جدا، نفس تسبيكه محشي الكرنب ونفس تسبيكه ورق العنب كل حاجه. انا مجهزه الخلطه عندي زي ما هتشوفوها دلوقتي، بس حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود. والخلطه دي عندي موجوده في الفريزر في تفريزات رمضان مجهزاها مسبكه. وعامله حط عليها الخضره وحط عليها التوم والفلفل وكل حاجه. حطيتها وحطيت عليها شويه شطه، وهقطع عليها في قرن فلفل حامي كده حلو كده عشان يديني تستعالي شويه. انا بحب الفلفل اقطعه اخضر كده فريش يعني، ما شاء الله بيدي ريحه وطعم كويس جدا. هقطعه بس قطع صغيره كده. انا دقه في الخلطه بتاعه المحشي، دقه فلفل ودقه توم فريش كده برضو. هبتدي اظبط الملح بتاعه واقلبه كويس جدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. حشوة الممبار بقى اللي يدور على قمعة واللي يدور على حاجة، أنا هقولك على طريقة سهلة جدا وجميلة جدا هتنجزك إن شاء الله بسرعة. بص بقى، أنا بفتح بوز الممبار من فوق كده وامسكه بصباعين الاتنين اللي هما الكبار اللي في الإيد دول، اللي هما الأخار اللي في الإيد خالص، وادفسه في قلب الرز كده واعمل بصبع السبابة ده ازق الرز فيه بسرعة الصاروخ. انا مش بسرعة الفيديو، بسرعة الصاروخ بتكوني حاشيه الممبار. وبتفردي الرز وراكي كده زي ما انت، بسرعه بسرعه شويه اللي تحطيهم تفرديهم. وبيبقى الممبار سهل جدا، حشو سهل جدا ولا بهدله شايفين. بس اهم حاجه ما تمليش الممبار رز، تلته بس تلته، شايفين بالشكل ده كده. ممكن بقى تفتحيه تحطي صباعين الاتنين، الصباع اللي في النص وصباع السبابة كده تحطيهم كده زي ال القمع كده، وتبتدي تحطي بالايد التانية رز زي ما انت شايفة معايا كده لو الفيديو موضح يعني. عملت بقى، خلصت الممبار بتاعي. هبتدي احط بصلاية، طماطماية، كمون وفلفل اسود. ومش هحط الملح خالص دلوقتي، وهحط شوية حبهان. طيب الكمون بتاعي فيه ورق لوري، انا مستغنيه عن الورق اللوري. هحط الرجل بتاعتي، خلصت كده الممبار وركنته. هحط الرجل بتاعتي تستوي، ههدي عليها بقى واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده. الشوربه بتاعت الممبار برضو نفس الوضع، حطيت بصلايه وطماطم، بصلايه وفلفل اسود وكمون وحبهان. برضو ما حطيتش الملح دلوقتي. ابتدي احط الممبار ازاي بقى، امسكه من الاطراف بتاعته كده عشان لما تيجي تحطيه ما ينطرش الرز. لما تمسكي الاطراف كده وتنزليه وانت ماسكه الطرف بتاعه في الميه المغليه، فبيمسك الممبار بيقفش على الرز، ما بينطرش الرز منه. بس كده هغطي الممبار برضو ياخد ويدي كده اخد معايا حوالي ساعة. وهعمل شوية الرز بتوع الفتة. حطيت المادة الدهنية بتاعتي وحطيت كوبايتين الرز وقلبتهم وحطيت عليهم معلقة ملح صغيرة كده زي ما شايفين معايا. اقلب الرز، اتأكد ان الرز بس متغلف كويس جدا بالمادة الدهنية بتاعتي عشان ما يعجنش مني. وابتدي ازوده شوية مية، يا دوب المية تبقى مغطياه كده قد عقلة الصباع. انتوا عارفين الرز البلدي طبعا يا دوب بيبقى متغطي قد عقلة الصباع. ولو احتاج بعد كده بعد بيستوي حسيتوا انه محتاج شوية ممكن تزوديه، بس ما تملهوش مية ويعجن منك، طبعا ملهوش علاج. لما تبقى الحاجة قليلة شوية تعرفي تعالجيها، تبقى الحاجة في ايدك يعني علاجها في ايدك. شايفين الرز بسم الله ما شاء الله مفرفر وجميل ازاي. طفيت عليه النار وسبته بقى مع نفسه كده. الممبار بقى هختبره. انا ببص بحس بيه، بحس ان الرزية طرية فيه او الممبارية مستوية. ساعة ما الاقيها كده انا لقيتها عايزة شوية، رحت سبته كمان ربع ساعة على النار. حمصت الرغيف طبعا، العيش بتاع الفتة في الفرن، ما بحمروش في زيت ولا حاجة عشان تبقى الحاجة خفيفة. انا بحطه في الفرن بتاع البوتاجاز واسيبه يتلدن كده مع نفسه. الممبار بتاعي بسم الله ما شاء الله استوى زي الفل. الخلطة الجبارة بقى اللي هتخلي الممبار تحفة ولونه تحفة وطعمه ولا أروع. حطيت بشرة طماطمية ومعلقة صلصة، وحطيت ليمونتين، حطيت حبة كمون، حطيت معلقة زبدة كبيرة.
وقلبت الكلام ده كله مع بعضه كده، ورحت ايه مغلفه بيه الممبار كله فوق وتحت كده. وانا هحمر الممبار بتاعي في الفرن، مش هحمره في الزيت النهارده. انت عايزه تحمريه في الزيت عادي، تعملي الخطوه دي عاديه جدا، وبعد كده حطيه في الزيت. بس انا بصراحه كنت مستعجله ورحت حطاه في الفرن، وهتشوفوا شكله في الاخر عامل ازاي. والكوارع بتاعتي كمان استوت، خرجتها. وتعالوا بقى نعمل اساس الفته بتاعتنا. حطيت في كل طاسه كده الماده الدهنيه بتاعتها، والطاسه اللي هناك دي حطيت فيها ايه حوالي 5 فصوص توم كده كبار حلوين، وحطيتهم هياخدوا لون. فرمتهم طبعا فرمتهم في الهون او الكبه زي ما عندك يعني، تفرميهم ويا دوب ياخدوا لون كده، وابتدي احط عليهم ربع معلقه خل. الفته بتاعتنا النهارده جباره. ربع معلقه خل، ربع كوبايه خل. والشوربه شايفين الشوربه دهب دهب، نظافه نظافه، مفيش بعد كده. ولا عملت ريم بقى على الوش من فوق، ولا عملت اي حاجه خالص. كده المحلول او الخلطه بتاعت الفته الاولى ايه خلصت. حطيت بس كده معلقه شطه كده، عشان اللي طالع واللي داخل حط شطه يا ماما، اللي طالع واللي داخل حط شطه يا ماما. بألف هنا وشفا يا رب للي اكلوا، بألف هنا وشفا ان شاء الله اللي هيجربها. الطاسه اللي في النص دي هعمل فيها ايه بقى؟ مسكت فصين توم مقطعاهم بس مش فرماهم، وبصلايه كده مقطعاها برضو مخليها يعني، حاولت اخلي التقطيعه مقاس واحد، البصل والتوم. وحطيتهم مع بعض كده، مش هحمرهم لا ولا حاجه، انا بس هشم الريحه بتاعتهم بس يا دوب يتبالوا معايا كده واشم الريحه بتاعتهم. طب هعمل ايه في دي بقى؟ الكوارع بتاعتي بقى شايفين خليتها وقطعتها قطع صغيره كده. ليه؟ لان الشباب دلوقتي والبنات وكله لا ما يمسكوش الرجل بايديهم، لا ما يمسكوش الكوارع بايديهم كده، فبياكلوها بالمعلقه. فانا قطعتها قطع صغيره خالص كده بالمقص، قصقصتها، خليتها وقصقصتها، وعملت لها الخلطه الجميله دي. خلصت على كده؟ لا لسه فاضل فيها تكه، خليكم معايا. هقلبها بس تشرب من التومة والبصلاية، تخيلي الريحة طالعة مش قادرة اقولك. تشرب بس كده، وبعد كده عملت لها ايه؟ جبت لها بقى بشرت لها طماطمايه كده زي ما انتم شايفين معايا كده، وهحطها عليها بس كده. لا احط عليها كمان معلقه صلصه عشان تعلي لونها كده وتعلي التست بتاعها. ظبطي بقى الملح بتاعها، الفلفل الاسود والكمون والحاجه اللي انت عايزه تحطيها التوابل بتاعتها. انا حطيت فلفل اسود وكمون وحطيت شويه ملح. حطيت عليها شوية مية كده وسبتها تغلي حوالي بتاع 10 دقايق كده. هديت عليها النار وغطيتها وسبتها تغلي حوالي 10 دقايق كده. تعالي بقى الرغيف العيش، طبعا يستحب ان العيش يكون قليل جدا في الفت. الرغيف العيش بتاعي كسرته كسرته صغير كده، وحطيت عليه الشوربة اللي هي بالدقة اللي احنا عاملينها بالدقة، والثوم والايه والخل. واحط عليها، هي فيها شوربة كويسة كده، هحط فيها الرز بقى وافرده عليها كده زي ما انتم شايفين معايا كده. طب هعمل ايه بقى؟ شوية دقة كده هرش هبوم على الرز كده، عشان برضو الرز يبقى واخد طعم الايه، طعم الشوربة بتاعت الفتة. الخلطة الجبارة بتاعت اللي هي كوارع بقى، جبتها بقى ورشيتها بقى على الوش كده، فردتها يعني على وش الرز كده. والشكل والطعم وكل حاجة، اللي ياكل ياكل بالمعلقة كده، ولا ايدهم اتعاصت ولا قرفهم ولا قالوا لا مش عايزين من ده. بصراحة طريقة حلوة جدا جدا وجميلة جدا جدا، اعتمديها لولادك، والكبير والصغير ان شاء الله هيحبها. فردتها كده بالشكل ده كده. خلصت على كده؟ لا ما خلصتش، باقي تكة. هنعمل ايه؟ انا بعد ما خلصت الموال ده كله كده، هجيب ورقة فويل ومولعة الفرن مكان تلدين العيش. حطيتها بقى ايه في الفرن تشمع كده، عشان الرز ما يبقى واخد طعم الدقة بس ما يبقاش فيه مية. حطيتها نشفت خالص، وقدمتها بالشكل الجميل ده، ليمون بقى وزي سلطة الزبادي وطحينة والممبار وايه. وحطيت طبقين شوربة كده، بس بصراحة نسيت اصورهم. وده اكل النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.